اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف الخلق وعلى آله وصحبه أجمعين. صباح الخير على عيونكم جميعا، صباح الرضا، صباح المحبة، صباح التفاؤل، صباح التسامح، صباح كل حاجة حلوة في حياتنا وحياتكم. ربنا يسعد أيامنا وأيامكم جميعا يا رب العالمين. النهاردة بقى جاية لكم بروتين خفيف كده، أتمنى يا رب أكون ضيفة خفيفة على قلبكم. يا ريت اللي بيشوفني لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس على الكل، عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصل لكم اشعار بيه. نصلي كده ونسلم على الرسول ونشوف هنا بنعمل ايه. هنا انا نزلت لقيت الفراخ عاملة 39. تمام كده. قلت بقى ايه، يعني انا بحب كل شهر ايه اجيب، يعني ايه، 3 4 5 على حسب ما ربنا ميسر الحال. فاهمين قصدي ايه؟ بخليهم بقى ايه في التلاجة، بينفعوني ويعني بيسدوا كتير. بعد كده بقى لو احتجت تاني ايه بضطر اجيب مثلا ايه في اواخر الشهر تاني ولا حاجة. طيب انا هنا جبت 3 فرخات. 3 فرخات كانت وزن الواحدة حوالي 2200، 2300، 2 كيلو يعني. تمام. ليه بقى؟ يعني انا لو هجيب فرخة اطبخها يعني بجيبها كيلو ونص، كيلو 700، كيلو 800. فاهمين قصدي؟ لكن هنا عشان انا خليته يخليلي الصدور بتاعتها، لان انا بحتاجها بقى ايه، بعملها ستريبس، بعملها بانيه، بعملها شيش طاووق. فانا يعني ايه، ومنها بترمي، يعني بترمي اكتر، يعني الفرخة بتبقى مباركة معاكي وبتكفي اكتر. ومنها بتدخلي بقى ايه كذا وصفة، يعني مش كله طبيخ طبيخ طبيخ. فاهماني؟ انا هنا اهو عملت التلات صدور. الصدرين كاملين يعني بتوع كل فرخة سبتهم زي ما هما، وبشيل كل الصدرين ملزوقين في بعض كده، بشيلهم زي ما هما. اقرر بس ان انا اقطعهم ايه وقت الوصفة. فاهمين قصدي؟ يعني افرض انا مثلا احنا عايزين بانيه، خلاص بطلعها وابتدي انا اقطع البانيه. افرض عاوزاها ستريبس بقطعها انا تقطيعة الستريبس. افرض عاوزاها شيش طاووق بعملها برضو انا. هنا بقى الوراك بتاعتها باخدها وبطبخها، اعملها بقى في صينية بطاطس، نعملها طبيخ، نعملها اي حاجة، نشويها، مش هتقول لا. وهنا برضو الكبد والقوانص والجناحات اللي طلعت من الفراخ برضو ممكن ندخلها في صينية بطاطس، ندخلها ايه في اي حاجة تاني، وكله ماشي حاله، وكله نعمة ورضا من ربنا، وربنا يديمها علينا نعمة ويحفظها من الزوال. الفرخة دي بقى ملكوش دعوة بيها، دي كانت عندي في الفريزر ماشي. فانا قلت بقى ايه، اطلعها، إيه، اعمل بقى اللي هي اللي في الفريزر من الاول واشيل الحاجات الطازة. فاهمين قصدي ايه؟ يعني احتفظت بالطازة عشان هو اللي هيقعد في التلاجة، وطلعت اللي هي ما قالها مثلا ايه اسبوعين 3 دي في الفريزر، قلت ايه اطبخها. تمام كده. إيه اعملي كده. إيه هاتي كده 3 4 فرخات على حسب عدد أفراد أسرتك، هاتيهم كل شهر كده مثلا، وابتدي ايه قطعيهم وظبطيهم. انت ومزاجك اعملي بقى اللي انت تعمليه على حسب إمكانياتك، على حسب احتياجاتك، على حسب أفراد الأسرة. اعملي اللي يكفيكم. تمام كده. انا ساعات برضو بجيب، يعني ممكن ازود شوية ولكن لقيتها غالية. يعني الشهر ده يعني انا كنت بجيبها ب35 33. لكن الشهر ده رفعت بزيادة، يعني مش عارفة ب39 ولا 40 كمان، يعني غير التنظيف. من قصدي، فربنا يرحمنا يا رب برحمته الواسعة، ويرزقنا جميعا يا رب العالمين. طيب هنا بقى بتعملي ايه؟ انا كنت تحت بالمرة فقلت اجيب بقى ايه قلقاس، يعني بقى لي كتير ما طبختهوش. طبخته مرة واحدة من ساعة ما طلع. انا هنا باخد الورق بس ما باخدش الجذع بتاعه ده. فاهمين قصدي؟ يعني هنا باخد الورق بس، ودي كزبرة اللي نضفتها برضو. هنا بقى ابتدي ايه اتعارك مع القلقاس. هو الطبيعي ان بنتعارك مع القلقاس عشان تعرفي تقطعيه. انا زعلانه بجد، لاني فعلا الفيديوهات انا بتعب فيها وبصورها بكل حب وببقى نفسي اشوف ان هي يعني ايه ابتدت تعلى شويه ولا حاجه، ولكن مفيش اي تفاعل خالص على القناه.
لكن عندي أمل إن شاء الله في ربنا ثم فيكم، إن شاء الله هييجي مع الوقت، ربنا ما بيضيّعش تعب حد، إن مع الوقت بإذن الله ومع الاستمرارية بإذن الله إن هي لعل وعسى في يوم من الأيام تتشاف. يالّا بقى لو وصلتِ معايا لحد هنا حطّي لي لايك، اللايك مش هيخسّرِك أي حاجة صدقيني، ولكن هيخلّي الفيديو بتاعي يتشاف ويوصل لأكبر عدد من الناس. هنا بقى أنا باغسل القلقاس، مش عارفة ليه محتاسة كده. بُصّي بقى عشان تمنعي المزلقة اللي هي في القلقاس دي، آخر شطفة ليه، أنتِ بتقعدي بقى تدعكي فيه وتنتقمي منه غسيل، فاهماني؟ اعصري بقى في الآخر لَمونة، وسيبيه بقى شوية في المَيّة بلَمون، المَيّة بلَمون دي يعني هتخلّي المزلقة اللي في القلقاس دي اللي كلّنا طبعًا مش بنحبها، هتخلّيها تروح تمامًا، فاهمين قصدي؟ هنا بقى جِبت طاسة فاضية خالص على النار، وابتديت أحط فيها السلق، بُصّي ابتدي أقلّبه كده شمال ويمين لحد ما لونه بيدبل، هنا كان في حتّة فروع كده صغيّرة الجذع بتاعه ده، فكنت باشيلها، تمام كده، والفرخة أهي بتغلي على النار، هنا بقى كان عندي كيلو زبدة، زبدة فلاحي، فقُلت إيه أغليه بالمرّة وأنا واقفة بدل ما أقف له مخصوص، يعني أنتم عارفين الزبدة لازم أقف جنبها عشان ما تتحرقش ولا تغلي وتفور وكده. ابتديت بقى إن أنا أحطها هنا أهو، دي كانت زبدة بقري، الزبدة البقري سعرها عندنا هنا دلوقتي ب100 وفي اللي بيبيعها ب110 والجاموسي ب120 وب130 على حسب البايع يعني تمام. الزبدة مش السمنة، السمنة صراحة المتسيحة مش عارفة سعرها لإن أنا دايمًا أجيبها زبدة، يعني أحب أنا أجيبها زبدة وأنا أسيحها في البيت. تمام كده، بُصّوا السلق ورا دِبِل خلاص، هنا بقى كان معايا كام كوباية كده مكان الفطار بتاعنا، قُلت إيه أخلص منهم وأشطّبهم وأنا واقفة، على فكرة بتبقى أحسن حاجة اللي هو تخلّصي دايمًا المواعين وأنتِ واقفة، يعني بتسهّل عليَّ صراحة كتير، ولكن ساعات بيبقى غصب عني بابقى مثلًا طالعة من الدروس تحت مضغوطة وما فيش وقت وعاوزين ياكلوا، بابهدل الدنيا أكتر بقى، يعني تلاقوا خلاص بقى ما فيش طبق نضيف، كل حاجة مرمية في الحوض، بابقى عاوزة أعمل الأكل بقى بسرعة، 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 ف بابهدل بقى، فاهمين قصدي؟ هنا دايمًا زي ما أنا معوّداكم معايا، ما تسيبيش الاستغفار من بُقِّك، الاستغفار بيرفع البلاء، بيرفع الكرب، بيجيب الرزق، بيخلّي في بركة في حياتِك، بيخلّي في بركة في ولادِك وفي زوجِك وفي حياتِك كلّها عمومًا، بيخلّيكِ ما تشعريش بالضيق والخنقة، بتحسّي إن أنتِ مبسوطة، إن أنتِ عندِك استقرار نفسي، دايمًا خلّيكِ وأنتِ واقفة كده يعني الاستغفار دايمًا في بُقِّك والصلاة على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، هتلاقي كل حاجة سهلة معاكِ، هتلاقي كل حاجة بتخلص معاكِ، هتلاقي عندِك استقرار نفسي وهدوء وسلام نفسي كده، تمام؟ هنا خلاص بُصّوا خلّصت كده والأكل على النار. أنا يعني حتى والله لسه بُصّوا باللبس بتاع الشارع، يعني أنا لسه ما غيّرتش أساسًا، أنا دخلت على طول على المطبخ. بُصّي كده الزبدة أهي بعد ما ساحت كانت زي كُتلة كده متجمّدة، هابتدي بقى أحُط لها ذرة ملح، حوالي نُص معلقة صغيّرة ملح، وهاهدّي بقى النار، يعني بعد ما ساحت كده أبتدي بقى إيه، أهدّي عليها النار. تفضل بقى تاخد وتدّي في نفسها لحد ما اللبن ده الأبيض الريم اللي فيها ده كلّه يروح، هتلاقيها صفيت بقى خالص إيه معاكِ، أنا طفيت عليها أهي بس للأسف نسيت أورّيها لكم بعد ما خلصت، الحلة اللي ورا دي. هنا بقى ابتديت حطيت معلقتين سمنة، ضربت أهو السلق في الكبة الصغننة دي، القلقاس كنت باسلقه أهو ورا في الشوربة، بُصّي رايق إزاي ما فيهوش أي رغاوي ولا أي ريم، ده بسبب الليمون اللي إحنا عصرناه في المَيّة بتاعته. يعني بدون بقى اختراعات كتير، هي ليمون وخلاص كده.
هنا حطيت معلقتين سمنة، وابتديت انزل الكزبرة لوحدها، انا لسه ما حطيتش توم لان انا بحب الكزبرة تبقى متحمرة، فانا لو حطيت التوم من البداية التوم هيتحروق ويخلي القلقاس طعمه ممرر. خلي بالكم من الخطوة دي، يعني انا بحب اعمله كده دايما. هنا بزود القلقاس شوية شوربة، حسيت ان هو تقيل شوية، فابتديت ايه ازود له شوية شوربة عشان احنا بنحبه خفيف اساسا، مش بنحبه تقيل خالص. اهو بصوا بقى هنا اهو الكزبرة بقى لونها ازاي. في الخطوة دي بقى هبتدي احط التوم، انا بكسره كده لانه كان متجمد، فاهمين قصدي؟ اهو هبتدي بقى ايه، بصي في انهي خطوة حطيت التوم. انا بقى لو كنت حطيته من البداية وحطيت رشة زيت كمان، لو كنت حطيته من البداية كان زمان الكزبرة لسه لونها فاتح والثوم هو اللي اتحرق. آه، امشي كده على نفس الخطوات القلقاس بالطريقة دي هتاكلي أحلى قلقاس بجد، يعني مش عشان أنا اللي بعمله بس، بجد هتاخدي أطعم وأحلى قلقاس، لون وطعم وريحة. بص انا مرضتش هنا اوقف عشان تشوفي لون الكزبرة بوصله لايه معايا. انا هنا الكزبرة فرماها فرمة خفيفة كده في الكبة عشان ما تبقاش ايه عايمة كده فوق القلقاس، ما لاقيش حتت عايمة، ما بحبش كده خالص. يعني في ناس بتقطعه تقطيعة رفيعة بس انا صراحة مش بحب اعمله كده، انا بحب اضربه ضربة خفيفة كده في الكبة، بحيث ما يبقاش حاجات عايمة كده فوق القلقاس. بس كده خلاص، المفروض بقى ايه اطفي عليه النار. يلا بقى لو وصلتي معايا لحد هنا يا ريت ما تبخلوش عليا باللايك وتشتركوا في القناة عشان عيلتنا ان شاء الله الصغيرة تكبر بتوفيق ربنا ثم بيكم. هنا بقى ابتدي انزل بالطشة، طشة التوم والكزبرة. يا سلام يا سلام. نزلت بيها اهي على القلقاس، بصوا القلقاس لونه ازاي. امشي كده على الخطوات اللي انا عاملة بيها صدقيني هتاكلي احلى قلقاس. جربوا بقى تست حتة الفلفل الأسود دي في الآخر كده، حطي نص معلقة كده فلفل أسمر، وهنا بقى كنت بحدق القلقاس ما كانش فيه الملح الكفاية بتاعه، كنت بظبط له الملح. بس كده واطفي النار يا دوب أقل من غلوة كده بالطشة بتاعته وطفيت النار. تمام كده. نعمل بقى ايه حبة رز كده على السريع، والفراخ حطيتها في الفرن دهنتها، حطيت فوقيها تاخدي برضو لون الفراخ جميل خالص وكأنها مشوية. حطي معلقة صلصة على ملح وفلفل وشوية زيت، دوبيهم كده في بعض وبفرشة ادهني وش الفراخ ونزليها تحت الشواية، مفيش ربع ساعة هتلاقيها طالعة متحمرة ولونها تحفة تحفة. هنا بقى انا كنت غيرت ما قبل بقى ايه ما سبت القلقاس يتسلق على النار، كنت بقى ايه انا غيرت بقى لبس الشارع وكده، وابتديت بقى ايه ان انا اتعامل بقى عادي. هنا بقى خلاص خلاويص خلصنا. إيه كانوا الولاد بجد حرفيا ميتين من الجوع. يلا تفضلوا بقى كلكم معانا. يلا استودعكم الله، السلام عليكم.